ازيكم؟ بحبكم قوي. بتحب الفيديوهات دي صح؟ حانت اللحظة الحاسمة واخيرا هنفتح الحصالة قبل رمضان وهنفتح الدنانير ونشوف جمعنا كام. احنا بقالنا كتير قوي تقريبا من العيد الصغير اللي فات، مش عارفه. المهم يعني اقول لهم بحبكم يا اصدقائي يا اصحابي بحبكم يا اصحابي. يلا خلينا في البدايه نقول بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. فانا الصراحه محتاجه الفلوس اللي جواها ضروري، فلازم ان انا بقى ايه، هي لسه فيها مساحه حلوه يعني، لسه ما اتملتش لغايه الاخر، بس يعني ايه محتاجه الفلوس بصراحه يعني، فلازم ان انا افتحها. تمام. طبعا الغنيمه الحلوه دي ما انت هتفتحها معايا حاضر، وهنشوف جمعنا كام وكل حاجه تمام. ماشي. المهم ان الغنيمه حاضر. احنا بنحط الفلوس. عايزينكم بقى تحطوا لايكات كتير. قول لهم حطوا لايكات يا اصدقائي. ده مش مقص، ده سكينه، انا جايبه سكينه عشان نفتحها. ماشي. يلا قول لهم حطوا لايكات يا اصدقائي. لايك شيروا الفيديو عشان اصحابنا يعملوا حصاله زينا. ولو انت جديده يا ست الكل اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. فيلا بينا نسمي الله ونفتح الحصاله. اهم حاجه ان حد كبير هو اللي يفتح الحصاله. ما دام عندكم حصاله شبه دي كده يعني ملهاش اي فتحه غير اللي بيدخل فيها الفلوس بس، لازم حد كبير هو اللي يفتحها. تمام كده. هي ملهاش اي فتحه خالص غير اللي بيدخل فيها الفلوس بس، وهنا كده فيها خرم صغير فانا مش عارفه هو لازمته ايه. فيلا يعوض علينا ربنا بقى هنفتحها. انا جبت سكينه اللي هي عامله زي المشرشره دي، وهبدا ان انا اعمل كده على فوق. ماشي، عشان بس ما اقطعش الفلوس كمان. شفت يا عمر؟ شايف بعمل ايه؟ لازم ماما هي اللي تفتح الحصاله. ماشي. ماشي. جبنا طبق عشان نحط في الغنيمه بتاعتنا الحلوه دي. ماشي ثانيه واحده بس كده. التصوير مع العيال بيكون صعب جدا الصراحه، صعب السيطره عليهم، ولازم الواحد يكون حريص في التعامل معاهم. بسم الله. قول بسم الله. ماشي، ما انا بفتح اهو بس حاساها صعبه. هي ليه صعبه كده؟ ازاي يعني حصاله ومش عاملين لها فتحه؟ مش عارفه اهو ازاي، مش عارفه تتفتح. المفروض تتفتح منين اصلا؟ بس ايه؟ ايوه انا لازم اخلي بالي عشان ما يجيش واوا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تعبت يا عمر. تعبتي ايه؟ اهو. انا خايفه الفلوس يا عمر تكون مقطعه. ثواني. طب حاضر. انت ايه؟ عايز تطلع الفلوس انت؟ حاضر. اهو هنعرف نطلع الفلوس كده؟ نعرف نطلعها كده ولا ايه؟ اهو. بسم الله. يلا افرد الفلوس اللي انا طلعتها دي فوق. طلع انت، اوعى ايدك تتعور. لا ما ينفعش. ايه هنا دي سكينه؟ خد انت حط هنا، حط في قلب البوله. اتفضل. ما تحط. يلا خلص. مليانه لسه. استغفر الله العظيم يا رب. طب ثواني. شايف يا عمر؟ انا ايدي هتتعور يا عمر، مش عارفه اخرج كل اللي باقي ورق، الفضيه كلها نزلت. صح؟ ينفع الكلام ده يا عمر؟ صعبه في فتحها قوي البتاعه دي. افرض يلا انت الفلوس الورق دي عشان نعدها.
صح ايه لسه؟ انت مستعجل ليه؟ خليها تبقى مليانه عشان يطلعوا فلوس كتير، يبقى مبلغ كبير قوي 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 قوي. يبقوا كتير كتير كتير. يلا يلا عشان معلش يا روحي. حاجه اهي الحمد لله تمت بحمد الله. نزلتها كلها خلاص ما فيهاش اي حاجه كده، فاضيه خالص. نحاول ندخل دي كده جوه شويه عشان هنسيبها لهم يلعبوا بيها، يلعبوا بيها على سن هي لعبه عاديه اهي، ما بوظناش قوي برضه. تمام ماشي الحال اهي. هدي بقى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نعد بقى ونشوف وصلنا لكام. ده غير كيس الدنانير ده لوحده حكايه. ما شاء الله ده كده الصحيح. بسم الله ما شاء الله. دي كده الفلوس الصحيحه، ولسه بلاقي حاجات تانية عشان متطبقين صغير قوي فما كانوش باينين اهو. طبعا الفلوس دي بقالنا سنه، يعتبر داخلين على السنه بنحوش فيهم، يعني بقالنا سنه بنحوش فيهم. طب هاتهم تاني ماشي بسرعه بس. تعالى افتحها هنا. لا لا توقع حاجه واختك تاخدها. تعالى يا عمر لا توقع حاجه واختك تبلعها. مبلغ كبير لان انا فعلا محتاجه فلوس كتير الفتره دي، فنفسي يبقوا مبلغ كبير. تتوقعوا كده ممكن يطلعوا كام؟ توقعوا كده، اكتبوا لي في التعليقات. هانت فاضل حاجات بسيطه. ايدي وجعتني ايدي وجعتني ايدي وجعتني. ماشي يا عمر سبتني لوحدي ومشيت. هنعد دلوقتي من الصغير للكبير ماشي. فاحنا نعد كام؟ 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 عشرينات، 500 بس. 1 2 3 4 5 500. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 200. 11 200. اجمعوا انا مش عارفه صراحه. ايه ده؟ في واحده تانية. 9 10 11. احنا قلنا كده صح؟ ماشي ما علينا. ما تبصي يا بنت انت غاويه مرازيه انت كمان ليه؟ بصوا بقى صلوا بينا على النبي. الفلوس الورق كلها عملت 3385 ماشي. وادي بقى الكوينز 10 20 30 40 50 60 70 80 90. ادي 104 جنيه. كان في جنيه تايه تحت الاخت لولي ماشي، فكله على بعضه طلع 3490 ونص. تمام كده. كان في جنيه ونص تقريبا يعني، عديتهم تاني. المهم ان احنا نلمهم كده عشان انتوا عارفين ان
الفلوس دي بتبقى مليانه جراثيم ومن ايد لايد والكلام ده، وهي عايزه تحط الحاجه في بقها. فالليمون كده اهو. واقول لكم بقى ان دي كل الفلوس اللي كانت في الحصاله، الكوينز والورق وكله اللي كان في الحصاله. فده كده كل الفلوس على بعضها. لسه بقى ايه شنطه الدنانير اللي بتجيلنا هديه كل سنه دي. فهنعدها بقى وبعدين نجمع كل حاجه على بعضها ونشوف في الاخر المبلغ كله طلع. انت قعدتي على الفلوس؟ انت غنيه؟ قولي انا ست غنيه ومفتريه. يلا انت مش مريحه نفسك، مش عارفه انت عايزه ايه، عايزه ايه بالظبط؟ طيب عايزه ايه؟ والله انا مش قاعده جوه مصفه الرز، يعني انت حجمك يا مش عارفه والله. المصفه كبيره عليكي. اقعدي يا لينا، اقعدي. هي وي بصي لين، وي لينا بصي وي بتضحكي. بصي لي وي وي لين. ايه ده يا لين؟ انت قاعده على خميره؟ او ده اللي بيقولوا قاعده على خميره، انت اللي قاعده على الخميره صح يا بنتي يا لينا؟ بنتي يا لينا يا بنتي يا لينا يا قمر. نشوف مين اشطر من مين. يلا بسم الله توكلنا على الله. نعد بقى كده نعملهم صفوف. طيب يا اخواتي دي كده كل الفلوس اللي كانت في الشنطه. بصوا بقى خلينا نعد مع بعض. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 140 و3 جنيه 75. طيب يا اخواتي كله على بعضه طلع 3631 وربع. بجد شابوا لينا. سقف. اللي في الكيس على اللي في الحصاله كله على بعضه. اخت بكيزه شطانه في الكوينز عايزاها تمسكهم، فاحنا نلحق ايه نلم الدنانير على الورق كله على بعض. اللهم بارك. المبلغ حلو. انا كنت الصراحه مفكره ان الفلوس اللي في الحصاله هتطلع اكتر من كده شويه، بس الحمد لله يعني مبلغ كويس. اللهم بارك. ربنا يبارك لنا كده فيهم ونصرفهم في مكانهم الحصاله. وعلى فكره احنا متعودين ان احنا بنعملها مع بعض من سنين، غالبا من قبل اصلا ما اخلف او اتجوز، اصلا من ايام ما كنت مخطوبه وانا بعمل معاكم الحصاله بتاعتي. فلو حابين نوعيه الفيديوهات دي ما تنسوناش كده بدعمكم باللايك والشير للفيديو، وهسيبكم في حفظ الله ورعايته. وان شاء الله اول ما نبدا حصاله جديده مع بعض، يعني اول ما نبدا نحط هيكون مع بعضينا، يعني هقول لكم امتى هبدا عشان تتشجعوا معايا ونبدا مع بعض كده في حصاله جديده بمشيئه الله. وبس كده، بحبكم والله يا اخواتي ومع السلامه.